الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية أتقدم بالتهنئة والتبريك لكل الشعب العراقي وللقوى الأمنية والحشد الشعبي ولكل من وقف في معركة الشرف المقدسة ضد شداد الآفاق الذين أرادوا أن يستبيحوا أرض العراق المقدسة. وأتقدم بشكر خاص لعشائر قبيلة بني تميم، وليس هذا من باب المجاملة، لأني أحضر هذا المؤتمر الكريم الذي تحضره هذه الوجوه شيوخ ورؤساء قبائل ومسؤولين كرماء جميعا، وإنما أستعيد في الذاكرة عندما كانت الهجمة الشرسة لداعش والمتحشدين معها من الطائفيين الذين كانوا يريدون إغراق العراق في بحيرة دم طائفية. وبالمناسبة أقول ليست هذه الأعداد من داعش هي التي ارتكبت الجرائم، وإنما أصحاب العقول التي تمردت وآمنت بالطائفية ووضعت حدودا بين سني وشيعي وأفتت بجواز القتل والقتل المتبادل في هذه المرحلة العصيبة من تاريخنا الذي تعرض فيها العراق لأشرس هجمة وأوسع هجمة في مختلف المناطق، وخلفه كل الدوافع التي كانت تقف خلفها دول إقليمية وكبرى لإنهاء العملية السياسية، لإجهاض العملية السياسية، لإغراق العراق مجددا في بحيرة من التناقضات والصراعات. هنا يشمخ أبناء